ده احلى واسرع طبق مكرونه هتجربوه، ودي مش فراخ. تعالوا اقول لكم عملتها بايه. ولو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناه. واول حاجه في وصفتنا هنبدا بالمكرونه. في حله على نار سبت الميه تغلي كويس، ضفت كيس كامل من المكرونه، نص اللي هو 400 جرام. بعد كده هقلبها تقليبه كده واسيب المكرونه تستوي. انا عايزه المكرونه تبقى 3 ارباع سوا بس. هاخد كوبايه من ميه سلق المكرونه، ودي مهمه جدا، وهسيبها على جنب وهصفي الباقي. بعد كده في الحله على النار احط زيت زيتون، ممكن نستخدم زيت عادي، وهبدا اشوح التركي اللي انا مقطعاه ومتبلاه. انا استخدمت تركي لان انا بحب ادخن عرق التركي، ولما اجي ادخنه بشيل الزيادات اللي بتبقى موجوده فيه، اللي هي بتكون موجوده من تحت دي، وبقطعها واتبلها واستخدمها في المكرونه او في الرز او في اي حاجه تانية، بتدينا طعم احلى وبتبقى الطف بكتير، واحسن كمان ما نسيبها في عرق التركي. معلقه من السمنه، حطيت كل التركي ومش هقلبه غير لما ياخد لون على اول جنب، ده عشان ما ينزلش سوائل كتير وياخد لون حلو معانا زي ما انتوا شايفين كده. وبعد خلاص ما ياخد لون حلو من على كل الجوانب هبدا اقلبه، كل ده على نار عاليه. هبدا اقلبه، عايزه اقول لكم ريحته خطيره، وزي ما انتوا شايفين طري جدا، والسمنه او الزبده هتديله طراوه اكتر. بعد ما خد اللون اللي انا عايزاه وهو كده خلاص بقى 3 ارباع سوا، هبدا اطلعه. هطلع كل الكميه، ولو احنا بنعمل كميه اكبر هنشوحها على مرتين او 3 زي ما تحبوا. وبعد ما اخلص كل الكمية في نفس الحلة وفي نفس الطاسة، هضيف بصلاية متوسطة، بحب استخدم البصل الاحمر في الوصفة دي، وهقلبها كده مع كل الطعم وكل الفليفر اللي في الحلة بتاعتنا. هقلبها لحد ما لونها يغير يبقى اصفر شوية، هضيف عليها باقي الاضافات. انا هستخدم النهاردة نص معلقة من الثوم المفروم. الثوم مع البصل مع التوابل الموجودة في الحلة بتدينا ريحة خطيرة. هديهم برضو تقليبة كده مع بعض كويس لحد ما الريحة تبدأ تطلع ولونهم يغير. هبدأ اضيف معلقة كبيرة من صلصة الطماطم او اي صوص مكرونة موجودة عندنا، طبعا مع رشة السكر. هنديهم تقليبة كده مع بعض كل حاجة، وكده خلاص هنبدأ نضيف السوائل اللي هنستخدمها للمكرونة. هبدأ اضيف الكوباية اللي احنا شلناها من مية سلق المكرونة. هضيف الكوباية، ممكن نزود لو الكمية اكبر طبعا. وكمان هضيف كريمة الطبخ، انا هستخدم كريمة الطبخ، هستخدم حوالي نص لتر. وكمان هضيف نص كوباية من الحليب اللي هو اللبن العادي خالص. طبعا ممكن نزود في المقادير او نضاعفها لو هنستخدم كميات اكبر. التوابل ملح وفلفل بابريكا مدخنة وزعتر مجفف. هبدأ اقلب كله مع بعض واظبط طبعا الملح. واخر حاجة هضيفها هي، انا عندي هنا متوفر في البيت سبانخ بيبي، هضيفها كلها مرة واحدة. طبعا ممكن نضيف فلفل الوان وممكن نضيف مشروم لو متوفر، هيدينا طعم حلو قوي. كده خلاص هنقلب السبانخ مع الصوص بتاعنا، واول ما يبدأ يغلي ويسخن كويس جدا هضيف عليه الرومي اللي احنا شوحناه وبقى 3 ارباع سوا. زي ما قلت لكم هضيفه كله، شايفين لونه حلو جدا جدا، وعايزه اقول لكم انه طعمه بيطلع خطير. هضيف كل كمية الرومي بتاعتي وهديهم طبعا تقليبة اكيد مع بعض، وهسيبهم لحد ما يبدأوا يغلوا والصوص بتاعنا يبدأ يتقل شوية. اخر حاجة طبعا هنضيفها هي المكرونة. انا عايزة اقول لكم ان الصوص دلوقتي خفيف شوية، بس كل ما بيقعد وكل ما بنسيبه كل ما بيتقل. ضفت المكرونة كلها، انا هضيف كل كمية الكيس، طبعا ممكن نزود زي ما قلت لكم ممكن نقلل. بعد ما ضفت المكرونه هديهم كده تقليبه، هسيبهم يغلوا مع بعض. هديهم تقليبه، الصوص ما تقلقوش هيتقل زي ما قلت لكم. وبعد كده خلاص طبقنا جاهز يتقدم. أكلة سهلة وسريعة وطعمها خطير وبنكهات حلوة جدا، وجربوا موضوع التركي ده هيعجبكم قوي. قدموها سخنة، جربوها ومتأكدة هتحبوها ومتأكدة هتعجبكم، ومستنية كل تطبيقاتكم. ولو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا له لايك وشير لكل اللي بتحبوه.